سلام سلام، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا النهار هذا في أحسن الأحوال، هذا النهار وهذا الفيديو يلقاكم إن شاء الله في أحسن الأحوال وبصحة جيدة، واللي مريض الله يشافيه ويعافيه، والله يخلي لكم والديكم ومعز عليكم، الله يخليهم ليكم ويعطيهم صحتهم ويطول في عمرهم إن شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي نبدا لكم نهاري من الاول. يلاه فقت حليت عينيا، اول حاجه درت هو حليت داك الشريجم باش نهوي هكا البيت، وجيت على لا نفطر فطوري، فطور عادي غادي بزيت العود كويس ديال اتاي. المهم قديت به المزاج باش غادي ندخل لاله مولاتي ندخل ليا الكوزينه ونبدا الشقاوات ديال هذا النهار. كما كتعرفوا الشقه ديال الويكاند راكم عارفين انه كنجبدوا شي حاجات، ما عمرنا شي نهار كتقولي هذا النهار ما عندي والو، حتى كتصدقي راسك جابده شي حوايج شي حاجات قدامين تجبديهم تبركي تحكي من هنا ومسح من هنا وديري من هنا عزلنا تماره وجا هنا وجا تماره. سبحان الله، ناري ناري، حنا زعما حنا العيالات ما كنتقاداوش. المهم في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم شنو غادي ندير في هذا النهار، وبطبيعة الحال مبغيتش نبقى غير نهضر لكم غير انا شنو كندير انا شنو كندير. بغيت نبدا شي شويه في الفيديوهات ديالي. بطبيعه الحال بغيت نشارك معكم مواضيع كما كيقول المثل اللي فاتك بليله فاتك بحيله. كاينين الناس اللي كيتفرجوا فيا صغار مني في السن، وكاين اللي كبر مني في السن، وكل واحد داز من واحد التجربه اللي دارت واحد اش كنقولوا، دارت واحد بصمه في حياته اللي ما كينساهاش، يا بصمه اللي هي زوينه يا بصمه اللي هي خايبه. وصراحة في هاد الفيديو هذا ملي كنت كندير ليه المونتاج، قبل ما نبغي كاع ندير ليه المونتاج طاحت عليا الفكرة هذه وزعما والموضوع اللي طاح لي في بالي في هاد الفيديو هذا قلت ضروري ما نقولها لكم، باش نقول لكم ان الواحد ما عمره ما يقنط من الرحمه ديال الله، وربي ملي كيبغي يكتب واحد الحاجه والله العظيم الا ما كاينش اللي يحيدها لك واخا مع شنو يطرا. خاص الواحد غير يتسنى الاجل ديالو ويتسنى المكتب ديالو اشنو زعما اشنو مخبي ليه هذاك المكتب. اما بنادم ما خاصوش يبقى يفكر لا هنا لا هنا لا هنا. ومن الموضوع اللي غادي نهضر لكم عليه اليوم هو على مساله ديال الزواج ديالنا حنا البنات، خصوصا حنا البنات. مازال نقولوا حنا الرجاله ما كيتسوقوش بزاف لهاد القضيه هذه، حيت كيقول لك زعما الراجل الوقت اللي غادي يبغي يتزوج راه هو غادي يمشي يختار البنت وغادي ربي ييسر ليه. واخا راه فحال المراه فحال الراجل، حتى الرجال كتلقاي شحال من واحد كيمشي يشوف شي بنت وكتعجبو شحال من حاجه، وفي الاخر ربي ما كييسرش ليه في هذاك الزواج. وكتلقاي الرجال اللي هما نيت كبار هما مزوجينش، ربي باقي ربي ما ييسرش ليه في داك الجواز، ربي عارف اشنو اللي فيه الخير واللي ما فيهش الخير. بالنسبه لهذا الموضوع هذا كنت طحت انا في واحد الموقف اللي صراحه ما عجبنيش بزاف، وبغيت نشاركه معاكم. وهكا باش نقول لكم باللي نشاركه معاكم باش تعرفوا ان الواحد ما خاصوش يقنط من الرحمه ديال الله، ما خاصوش يقنط منها نهائيا. كما كتعرفوا انا عمري ما ذكرت لكم شحال عندي في العمر ديالي. انا العمر ديالي حاليا 31 عام. يلاه تزوجت ما كاملش عام باش تزوجت، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله راني سايره نهار على نهار، يعني الواحد الحياه كتبدل واحد شويه ولا ماشي غير واحد شويه، بزاف نيت. ولكن الحمد لله الواحد خاصو يتاقلم والصبر، الصبر ضروري. من الصبر الا بغيتي توصلي لواحد الحاجه، الا ما صبرتيش راه ما كاين حتى شي حاجه. شويه عليك نتيا وشويه على الزوج ديالك، وهكذا كتستمر الحياه. باش ما ننساش هاد اللقطه اللي وريتكم، هاد القرعه هادي راه هذا الخل اللي كاين في بيم صراحه زوين بزاف، كيحيد لكم هذاك اليد. ما نتوما كما تشوفوا هاد الفران جبدته باش نحكو، راه قلت لكم حنا وجه تماره جبدت باش نحك هاد الفران. وهذاك الخل هو اللي درت ليه باش تحيد منه هذاك الشيء كامل اللي كان فيه، وانتم غادي تشوفوا كيفاش ولا. جا لكم الموضوع ديالي كي قلت لكم واحد النهار في الخدمه، هذا الشيء وقع لي في الخدمه. الدراري اللي معايا في الخدمه كلهم تقريبا مجوجين، حنا ماشي بزاف ولكن الاغلبيه ديالهم انهم مجوجين. حنا بنات حنا قلال ما كثرش بزاف. فواحد النهار جايين كيهضروا هذوك الدراري ماشي حدايا، يعني في واحد البلاصه اللي حدايا قرابه لي، وكنسمعهم شنو كيقولوا كيهضروا هادي من هنا على الزواج ما الزواج هادي. وواحد فيهم نقز وقال لهم بواحد الطريقه اللي انا ما بطبيعه الحال نقولها لكم. غادي نقول لكم غير الخلاصه اشنو قالوا. قال لهم ان المراه ملي كتوصل واحد السن واحد العمر ديال ماشي حتى عمر اللي هو كبير، غادي نقول واحد السن اللي هو كبير، يعني ملي وصلتي ل 28 عام و 29 عام وما فوق، يعني ما بقيتيش صالحه للزواج. وان المراه الا بغى زعما نتزوج بها خاصه هي اللي تصرف عليا باش نتزوج بها، يعني خاصها تكون لاباس عليها باش نتزوج مع وحده اللي في هذا العمر هذا. وانا ديك الساعه في داك الوقت ما كنتش مجوجه، كانت في العمر ديال ديك الساعه وصلت انا 30 عام. يعني هادشي ما طارش عليه، ما دازش عليه مده اللي هي طويله.
كي قلت لكم راه ربي ملي كيبغي يكتب لكم واحد الحاجه راه في لمحه بصر، يعني كتوقع. المهم في داك النهار رجعت للدار، عاودت للوالده قلت لها راه شنو وقع شنو وقع شنو وقع. الوالده قالت لي ما ديرش عليهم. قلت لها راه هادشي اللي قال زعما ماشي منطقي، يعني علاش زعما يقولوا فحال هكا وحشومه وهادي وهادي. انا حتى ما واخا سمعت داكشي راسي بحال ما سمعت حتى شي حاجه، مي من الداخل ديالي بقى فيا الحال لواحد الدرجه كبيره. التجأت لله في هاديك الوقيته، صليت، طلبت الله. عمرني زعما حسيت راسي أني طلبت الله بواحد الدرجة اللي هي كبيرة، حيت في هاد الفترة ملي وصلت ل30 عام ما بقيتش كنفكر في الموضوع ديال الزواج بزاف. يعني ملي كنت باقا صغيرة بداك الشي داك 20 عام، ملي كتوصلي 20 عام من بين 20 عام والثلاثينات كتولي ملي كتشوفي صحاباتك هادي تزوجات هادي ولدات هادي كتولي انتي باغا تزوجي، انتي باغا ديري شحال من حاجة، باغا تستقري وشحال من حاجة. من بعد ملي وصلت 30 عام ما بقيتش كنتسوق لهاد الموضوع بزاف، حيت كنقول صافي ربي غادي يبغي يكتب واحد الحاجة راه غادي يكتبها. كيما ربي كتب انني خدمت وكتب انه وصلت لهادشي اللي وصلت ليه وشحال من حاجة، راه حتى الزواج شي حاجة اللي ماشي بيديا انا، يعني ماشي نقدر نخدم عليها ولا ندير عليها ولا نضرب عليها تمام باش غادي نوصل ليه، شي حاجة اللي بيد الله. طلبت الله، دعيت الله، وبقى فيا الحال، بكيت داك النهار. المهم كان نهار شوية فشكل، وزعما الصراحة هاديك الوقيتة ما عجبنيش الحال وما عجبونيش دوك الدراري كاع نهائيًا. وإذا به منين كي قلت لكم منين ربي كيبغي واحد الحاجة وكيكتبها راه دغيا دغيا ما كتعطلش بزاف. كي قلت لكم حتى تلاقيت مع الزوج ديالي في واحد الظرف اللي هو قصير بزاف، مدة اللي هي قصيرة ما كاملاش شهر. تعارفنا، تعارفوا العائلات، قادينا المسائل ديالنا وتزوجنا، ودابا حنايا الحمد لله راه حنايا زعما مدايرين كيقول لك زعما شحال من واحد كيقول لك لا خاص الواحد خاصني نتعرف عليه في مده اللي هي طويله، عاد داك الساعه نقدر نتزوجو وهادي وهادي. هذاك الشيء غير هضره، اللي ربي ملي كيبغي يكتب لك واحد الشخص راه ما كاين لا تعرفي عليه لا والو. ناس ديال زمان ما كانوا لا كيتعارفوا لا والو، وكانوا عايشين وكتلقايهم عايشين سنين وسنوات وبخير وعلى خير. خاص ضروري من الصبر، الصبر من جهتك نتيا ومن جهته هو بطبيعة الحال. ودابا غادي ندوز لكم للطواليت أعزكم الله، وحاشاكم حاشاكم حاشاكم 3 ديال المرات. غادي نوريكم الطواليت ديال ماما هادي اللي صلحناها، وبغيت نوريكم يعني كي كانت وكي ولات. كانت حالتها مسكينه شحال هادي وحنا بغينا نقادوها وبغينا نصلحوها، باقي ما كتبش دابا عاد وصلت الوقيته ديالها. هنا كنوريها لكم من الداخل. الفوق كي ولات فيها الغموليه من الفوق، واخا كاين الشارجم عندنا وكلشي فيها الغموليه دارت لينا ماشي الغموليه بحال كان شي فويت في السقف ولا فيها ديك النقيطات. هنايا لانستالاسيون ديال ماكينة الصابون ما كانش كاين، كنا دايرين غير هاد التيو خارج من هنا باش كتكب الماء، هنا ديال لافابو حتى هو كيخرج الماء من هنايا. المهم كانت حالتها حيت زدنا فيها شي حوايج ما كانوش فيها وما صلحناهاش. يعني خاصك باش ديري لانستالاسيون ديال الشي كان خاصك تحيدي الجليج كامل باش تصاوبيه. هنا كنوريكم الباب اللي كان حتى هو ديال العود. المهم كانت مسكينه طوات في حاله يرثى لها زعما من داك الشي الرفيع. هنايا هاد السده هادي حتى هي اللي كانت كتجمع لينا. المهم حالته حاله. انا وريتكم روبيني اللي خدينا لهاد الطواليت. هاد روبيني صراحه خدينا من نفس لا مارك ديال الطواليت وديال الكوزينه. ديال الكوزينه صدق مزيان، وديال الطواليت ولا ما بقاش ولا حالته ولا منقط ولا تصدى لينا. وديال الكوزينه كي قلت لكم باقي هو هذاك، يعني باقي جديد ما فيه حتى شي مشكل لا حتى شي حاجه. من بعد غادي نوريكم جليج اللي كاين، يعني تاخذوا فكره. وانتم بطبيعه الحال ملي كتمشيو تما راه عطا الله الاشكال والانواع. هنا راك في القريعه عطا الله الاشكال والانواع ديال الجليج. ودابا غادي نوريكم الطواليت كي ولات. اول حاجه غادي نوريكم هو هذا الباب اللي خدينا ديال الالومنيوم وفيه هذيك الداخل ديالو بالبلاستيك. على قبل الدوش مع كما كتعرفوا الطواليت مع صغيره مع الدوش كيتقاس الباب. وملي كنا دايرين داك ديال العود كان ملي كيتقاس بالماء كيتنفخ كيولي مكيبقاش يبغي يتسد. مي هذا الصراحه صدق زوين، واخا شحال من واحد ما نصحنيش به قال لي كيتصداو هادي مي الحمد لله باقي مزيان حاليا، مش هادي وعدنا باقي مزيان وكلشي. وهذه الطواليت ديالنا حاشاكم. درنا لها هاد الجليج هذا بهاد الكري هذا، يعني بالمشوره ديالتي انا وديال الدار. انا كنت بغيت ندير هذا، كنت بغيت نديرو فاتح ساعه الدار قال لي لا خدي هاد المغلوق هذا على حسب الوسخ. راكم كتعرفوا الطواليت ملي كتدخل برجليك وداك الشيء كتولي كلها بالغيس بلا طراس ديال الرجلين. درنا هاد المرايه هادي خدينا عند مول الدجاج، هو اللي صاوبها لينا هكا مقوسه.
وهاد لافابو درنا هذا اللي جاي هكا مستطيل باش يخلينا لي سباس في الطواليت. وكما شفتوا الباب راه خرجنا على برا، مابقاش عندنا على الداخل ولا على برا كيتحل باش هكا ما ياخذش حتى هو لي سباس. هنا وريتكم هذه ديال اليدين، كنت خديتها من مارجان، خديت باك كامل. انا غادي نوريكم لي زاكسسوار ديالها كاملين. هذا الروبيني اللي كنت شاركت معاكم. كما قلت لكم خذوا شي حاجه تكون مزيانه. بالنسبه لهاد الرشاشات حتى هما خديناهم ب 300 درهم، مي ما صدقوش زوينين، كيصديو. واخا تضلي تحكي فيهم، واخا تضلي تمسحي فيهم، ومن بعد ولاو كيقطروه بحال دابا داك اللي الفوق ولات كتقطر ملي كتكوني واقفه ولا شي حاجه كتقطر عليك. واخا الروبيني مسدود وكلشي. درنا هاد القرقره هذه طويله. هاد الطويله كتكون احسن من هذيك المربعه، هذه كدوز لك الماء اكثر، يعني احسن. وصافي بدلنا طواليت من الروميه، بدلناها من البلديه بدلناها الروميه. عندكم هذا الوضاي صراحه صدق زوين، واخا خديناه زعما ب 300 ب 35 درهم، مي صدق زوين، ما تصدم حتى شي حاجه، باقي مزيان زعما الصراحه. انا كنوريكم الباك كامل ديال هذاك ديال الطواليت. كاين هذاك وداك زعما ديال البوبيل حاشاكم، وكاين هذا ديال الصابون، وهذيك ديال شتات السنان، وداكشي تحت في هذاك الشيء تاع شتات السنان. ودرنا هاد الطاجيرات، درناهم لصقناهم فحال هكا باش هما نديرو فيهم لي برودوي ديالنا. انا باقي كنوريكم في داكشي ديال سميتو ديال المرجان. كي قلت لكم هاد الطاجيرات درناهم بالجاج ولصقناهم بالسيليكون اللي صابتهم، ودرناهم هكا باش نحطو فيهم هاد لي برودوي. ما كانش عندنا كيفاش نديرو لينيش، حيت مع الحيط اللي متكي عليه الطواليت جاي بالحجر، يعني ماشي بلياجور. ملي جا السيد كيحفر قالنا ما نقدرش ندير فيه شي حاجه، حيت يخاف ان الحجر حتى بني قديم وداك الشيء يخاف انه بدا يدير ويطيح عليه الحجر. المهم ماشي اللي قال لنا ما يقدرش يبقى يحفر فيه بزاف. ودرنا الحاجه اللي كانت مهمه بزاف هي انه سقفنا الطواليت كامله بالجليج. تهنينا من المشكل ديال هذيك الغموليه اللي كانت كتطلع الفوق، كانت كلها كتولي كلها غموليه. صراحه تهنينا من هذه القضيه مزيانه. غير الحاجه اللي ما درناش هي داك السده. منين كانت السده كانت كتهز لينا بزاف ديال الحوايج، دابا هنا حيدنا السده، ومنين بغينا نديروها بحال جاتنا غادي تضيق علينا الطوات، صدقنا ما درناهاش. هنا كي وريتكم الطواليت، يعني شنقول لكم واقيلا فيها شي 3 متر، واقيلا في الطول واقيلا 3 متر، وفي العرض تكون فيها شي متر وشي حاجه. يعني الطواليت اللي هي صغيره بزاف، وحاولنا نخرجوا منها شحال من حاجه. هاد لي كروشي اللي لصقنا هنايا هادو خديتهم من ايكيا، شي 12 درهم 12 درهم بجوجهم واقيلا. ما بغيناش نحفروا فاش درت هادو. وصراحه كيهزوا الفوطات، كندير فيهم البينوار، كندير فيهم شحال من حاجه كيهزوا ما كيطيحوا حتى شي حاجه. يعني بعد مده طويله كتبان لك شي وحده طاحت كتلصقيها عاوتاني كترجع مزيانه. ايوا هذه هي الطواليت ديالنا كي ولات قبل وبعد. بصراحه واخا يعني كتبان لكم صغيره وهادشي كامل، راه دات الفلوس راه تقريبا عليه شي مليون وشي حاجه. هادشي غير زعما اللي عاقلين عليه، زعما بلا غير الصليح ديالها وداكشي. اما باش شرينا هادشي راه علينا وصلت واحد 2 المليون اللي وصلات هاد الطوات باش صلحناها ودرنا لها بحال هكا. يعني كتبان لك صغيره ولكن حتى هي كدي الفلوس. وهنا غادي يسالي الفيديو تاع اليوم، كنتمنى يعجبكم. ولا عندكم شي اسئله خليهم ليا في لي كومونتير، غادي نقول لكم دابا تهلاو ليا في راسكم. خليتكم على خير وبخير وبسلامه عليكم.